المدينة وأي مدينة، هذه المدينة المعروفة بفنها وثقافتها وحضارتها، أيضا مدينة جامعة. وأنا بهذا اللباس التقليدي أقول هذا اللباس المزابي، وأحس في نفسي وأنا جزء لا يتجزأ من هؤلاء الذين هم إلى جانبي، لأقدم التحية، أقف احتراما وتقديرا وإجلالا لمن هم خير مقاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظة كتاب الله. جئت اليوم لأنثر بقات ورد جمعتها حدائق شتى، أولها زهرة القرآن الكريم، لأحيي وأكون على شرف آل مزاب، آل غرداية، آل بني يزقن، يكون للشرف إعلاميا لتغطية هذا الحفل المبارك. خليكم تابعوا معايا هذا الحفل، مفاجآت كثيرة وتكريمات على شرف حفظة كتاب الله، إلى من هم أعلى درجة للعلم، من حملوا بتكريم شهادة البكالوريا. متابعة طيبة. عهدنا عهد وفاء، عزمنا نشر السلام، جمعنا رمز إخاء وصفاء ووئام. الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيا إخوة الإسلام ويا أمة القرآن يا عباد الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وأنزل عليه خير كتاب لخير أمة أخرجت للناس، يهديهم لأقوم سبيل وأهدى طريق، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله. هو الملاذ عند الفتن، وهو المنقذ عند المصائب والمحن. فيه يا عباد الله نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن التمس العز بغيره أذله الله، ومن طلب النصر بدون التحاكم إليه أهداه الله. هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، لا تسيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرب، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. تكفل الله لمن قرأه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن تركه وهجره ونسيه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الجمع الكريم، إن الرفعة والكرامة والعزة والسيادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هي لحملة كتاب الله، فهنيئا لما تحتويه صدوركم. وهل هناك أرفع وأعظم من كلام الله يا حفظة خير كلام؟ طوبى لكم وحسن مآب.
الحمد لله الذي أنسأ في أعضائنا حتى بلغنا هذا الحفل المبارك المتوج بشرف المكان وهو في بيت من بيوت الله، وبشرف الزمان وهو في يوم الجمعة المباركة، وما يستقبلنا من ليالي العشر الأواخر لشهر شعبان الفضيل، شهر رسول الله كما قالت عائشة. حضرات السادة الأفاضل، أيها الجمع الكريم، أيها الضيوف الوافدون علينا، سيدي السيدياتور في مجلس الأمة عبد الباري بوزنادة ومرافقوه، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الزهرات، أبنائي إلى من يصل إليهن صدى أصواتنا وصورنا من وراء حجاب أمهاتنا العزيزات، أيها المحتفى به في هذا المساء، لكم جميعا نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شئت أن تلقى المحاسن ففي وجه من يحب، ففي وجوهكم جميع المحاسن. واستهل هذا الحفل المبارك بدعاء الافتتاح تفضل به أستاذنا العزيز حريز عزا بن عبد الله. تلاوة الافتتاح أكرمكم بها القارئ زميلي الواف عمر بن محمد، ما تيسر من عروس القرآن الرحمن. أتحفتكم المجموعة الصوتية بوصلة افتتاحية. سيستمر الحفل بنا وبكم ومعكم بين أنشودة وطرفة وحكمة، منا الأداء ومنكم حسن الإصغاء والإنصات، ليزداد ويزداد الحفل بنا وبكم رونقا وجمالا. نلبس ابننا العزيز حلي الحايك الصوفي، وهذا دليل على عظم ما يحمله. يلزم نقها الله ديس أحفظت وفهم المعانيس أدوجه سواني الأنديس القرآن دوام ربي يلزم نقها الله ديس أحفظت وفهم المعانيس أدوجه سواني الأنديس النحمد ربي يا غرمنا يشور سات مجيدي وين ولقار لا تولت الناد قاعن رب العالمين مالغا تزويدة سلات أعزمنا القرآن دا الدين قيمة شات تنحط وديضان أتوحى سباسي مسلمان القرآن دوام ربي يسمان قضاديس أحفظت وفهم المعاليس الوجاس والأنديس القرآن وقينا سجلنا مقران كل شي ديس إلا يبيان أنقذنا تفوتي جنوان وتبعنا مشانا السبيان إن شاء الله أما سن الجنان وتختار لبعيد مشاناس أيندام مسنا النيران القرآن دوام ربي يلزم نقها الله ديس أحفظت وفهم العريس الوجاس وين الأنديس النقها ربي النداء بهنا احفظها وناس النتباع تسرد نتقوداس فهم
واسبقوا مواكب الزمن. القرآن وظيفة العمر. أيها الأحبة، علموا أبناءكم أن القرآن وظيفة العمر، وأنه مقدم على الدراسة وكل العلوم الدنيوية، وأنه ليس للصيف فقط. علموهم أن الوقت الذي نخصصه للقرآن لا يؤثر على وقت المذاكرة، بل هو يزيد كل شيء بركة وسعة في الذاكرة. فسبحانك ربي سبحانك، وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بحقيقة علمية مشهودة. علموهم أن أخذه بركة وتركه حسرة. علموهم أن الترنم بالقرآن ألذ وأحلى من كل غناء حتى الإنشاد. علموهم أن القلب الذي لا يعبره القرآن يتربع فيه الشيطان ويرتع. علموهم أن بكل آية يتعلمها خير له من أن يكسب ناقة عظيمة السنام عظيمة الحجم أو ما يماثلها قدرا وثمنا. علموهم أن بكل آية يتعلمها يرتفع بها درجة في الجنة. فيا لربح المقبلين ويا لخسارة المدبرين والمعاذين. اللهم اجعلنا وأبناءنا وبناتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نطلب من منشط الحفل أن يقدمنا المدخلات الخارجية لندرجها في هذا الحفل المبارك والحدث السعيد. التفت إلى عروس هذه الليلة، إلى حافظ كتاب الله. ناس زمان قالوا غمض عينيك يطلع النهار، غمض عينيك أنت في النص والجو في البيت تجيش قويم فسيروا عليه واحذروا سبل الهوى فبهن الالتواء.
يوشن يخسن نتا السيلين يوشن يخسن نتا السيلين السيلي الشانن سنا بريد الدين السيلي الشانن سنا بريد الدين يصير طرونا ديروان يوضل من السجو من دينان توشكو غير الصبر دوب الشيطان عظم القرآن أريني جنوان أدي الدرة غير من نصاوي الشبان رب ترويني مضان رب ترويني مضان الحمد لله يسي والطر والنظير يوضل من الله سج من دينار الحمد لله يسي والطر والنظير يوضل من الله سج من دينار توجد غيظ الصبر دوب الشيطان يعرض القورة آلي جنوان آدي الدرة غربا نصاون الشبان آدي الدرة غربا نصاون الشبان الحمد لله يصي والطروى النغدير يوضل من السجو من دينان الحمد لله يصي والطروى النغدير يوضل من حفظ الحبيب كتاب ربي فزوجته تزوجه بأخرى ولما حقق المطلوب منه وجاء لها وفي الكفين بشرى حفظت كتاب ربي يا حياتي فقالت زادك الرحمن قدرا وقد أقسمت لو أتممت حفظا سأخطب حرة حسناء ذكرى ولكني رأيت الصوم يعلو على النسوان إيمانا وطهرا فصمت 3 تكفير ذنب وأسأل خالقي يعطيك أجرا فهذا يا حبيبي بعض حبي وبعض محبتي تأتيك بكرا. تعقيب: الأصل لا يجوز لها الصيام إلا بإذن زوجها فتكون مجبورة على تنفيذ القسم والوعد ولكن أجاز الوضوء. من هو صاحب النشيد الذي أتحفكم به زميلي المنشد ناصر إبراهيم بن محمد؟ نعم، هو لإمامنا وشيخنا الراحل الداعية الشيخ ناصر النبوي رحمه الله. أول مداخلة في هذا الحدث الكريم من نصيب سيادته في مجلس الأمة عبد الباقي بوزنادة، فليتفضل مشكورا موفقا بإذن الله. معاشر المشايخ الفضلاء، الإخوة الأكارم، أبناء الأفاضل جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم شرفنا في الحقيقة أنا وشيخنا كمال بأن نكون في هذا الجو الروحاني البهيج في هذه المائدة القرآنية العطرة في هذا البيت من بيوت الله في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، في هذه الأيام العطرة، أيام البيض من شهر شعبان، وعلى مقربة من شهر القرآن الكريم، شهر التوبة والغفران. ونحن نحتفي بالقرآن الكريم وبهذا الفارس وبهذه المدرسة الكريمة التي تنجب هذا الجيل وما أدرك من القرآن الكريم، المنهج
والدستور والأخلاق والمعاملات والتأمل وسيرة الأنبياء الكثيرة التي تجسد رحلة الحق حتى يصل إلى مداه ويصل الخير إلى كل الأرض. إنه هذا الدستور الذي يملك، وكم يبهر العالم في الحقيقة المسلمين بحفظهم، حتى تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن بهذه البركة. ولو سألت في الحقيقة قسيسا في كل كنائس العالم عن كتابه المقدس يستحال له أن يحفظ جزءا منه. فيا عظمة المسلمين بالقرآن الكريم الذي يحفظونه في مشارق الأرض ومغاربها وبكل الألسن وبكل اللهجات، ممن يعرف العربية وممن لا يعرف. فيا بركة هذه الأمة بحفظنا القرآن الكريم. فوجب علينا القرآن الكريم. وثانيا وجب علينا تلاوته والسماع لتلاوته، لأن في كل حرف منه خير وبركة وأجر ورفعة. وثالثا وجب علينا، وهذا هو الأهم، العمل بالقرآن الكريم، لأنه منهج حياة. لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون العشر الآيات ثم يطبقونها على أرض الميدان، فكان دستورهم القرآن الكريم. فيا لها من أيام مباركة تجمعكم على هذا الخير. يعني أن تجتمعوا على القرآن الكريم فهذه في الحقيقة رفعة ومنا من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا لأبنائنا أن يكونوا حفاظا القرآن الكريم ومحافظين عليه ودستورا لهم ونهج، وخاصة ونحن في هذه الأيام المباركة، ونحن في هذه الأيام الفاصلة في حياة الأمة، ونرى بأم أعيننا ما يحدث في هذا العالم الفسيح وما يحدث لإخواننا في فلسطين أرض الإسراء والمعراج. ولعلها آية في الحقيقة من آيات الله في أن نصر الله قريب رغم المحن، وفي أن وعد الله قادم رغم الآلام. فالقرآن الكريم فيه في الحقيقة كل الوضوح وفيه كل الغايات، بأن نصرنا وعزنا بديننا وعزنا بقيمنا ستعد لنا مجدنا. فنسأل الله عز وجل لهم النصر ولنا جميعا الخير والبركة. بوركتم، وكم شرفنا أن نكون بينكم في هذا اللقاء المبارك الطيب. بوركتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا عبد الله، أستاذنا شكر الله سعيكم هذه المشاعر الطيبة والخواطر الرائعة والدعاء الغالية. قديما قيل من سار بين الناس جار بعمل الخواطر أدركه الله في جوف المخاطر، والشرف متبادل. تمتت أو الهدية المهدى لحافظ كتاب الله تمتت داونا أو نزلي إلى المسلطة والنار داونا يعيد تمديازنا كلمات والحال سعيد مميز محمد تمجد والقدو سعيد. أنساك
في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب. الأحبة، أعظم نعمة نعيشها حبانا بها الله وهي نعمة الأمن والأمان، فلولا الأمن ولم نكن هنا، وغيرنا أشقاء وأحباء في مختلف الوهاد والبطاح يعانون. ونذكر من وجه الخصوص أشقاءنا إخواننا في غزة، فالله نسأل لهم أن يلطف بحالهم ويتقبل شهداءهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم. هذا النشيد الموالي رسول الله من تأليف محمد منذر الساميني أبو الجود السوري. نعم، سيتعرفكم به المنشد ويسر المجموعة الواف قاسم بن إبراهيم، ونهديه لفلسطين الحبيبة. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني. السود السر خزريني زوا أخزرت السترج أيوائيرو. السود السر فكريني زوا أخزرت السترج أشنمتر لهنا يشنشين دويلا سيدي سنج أشنمتر لهنا. اللهم نشأل المسلمين لاتباع نهج خير المرسلين، واجزم بالخير الرجال المحسنين، واجزم بالخير الرجال المحسنين، من لجمع الشمل عاشوا مصلحين. وفق اللهم نشأ المسلمين لاتباع نهج خير المرسلين، وفق اللهم نشأ المسلمين لاتباع نهج خير المرسلين، واجزم الخير الرجال المحسنين، واجزم الخير الرجال المحسنين، من لجمع الشمل عاشوا مصلحين. كم جهود للرجال الأوفياء وطلت أركان عهد أسعدا، كم جهود للرجال الأوفياء وطلت أركان عهد أسعدا، كم صروح قد تعالت في الذرى فغدت نحو المعالي مصعدا، فتعالوا في ذراها حلقوا ثم هبوا لتنيروا المسجدا. وفق اللهم نشأ
والمسلمين لاتباع نهج خير المرسلين وفق اللهم نشأ المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ نترحم على أموالنا وأسيادنا وأمهاتنا رحمهم الله. في هذه الأيام رحلوا عنا آباؤنا وإخواننا وأمهاتنا رحمهم الله إن شاء الله بيدهم ببركة القرآن. والله يرحم على كل حال الناس بتاع فلسطين ربي يرحمهم وربي يشفيهم إن شاء الله. دائما بدنا نقرأ سورة المطر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أن يجادلهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن شاء الله على اليهود على الظلام في فلسطين ربي إن شاء الله يا ربي يجعلهم من هذا النوع من هذه السورة القرآنية اللي نزلت على الناس فيه. هو رب سبحانه وتعالى ان شاء الله يفرجنا بهم واحنا حيين. امين. والحمد لله ربي يحفظكم انتم ولا رب يشدنا من بعيد لاجل هذا الحفظ القراني. ولو كان ما هو القران عند يعني القران الحقيقي كان كل شيء جبنا هنايا ولا نحفظه العربيه تاعنا والعربيه تاعهم. المهم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعاونكم. راكم تحيوا المشاريع راكم تحيوا هذا المشروع هذا المشاريع ولا تقولوا لكم انتم هذا الخير هذا اللي راكم فيه رحمه ربي ان شاء الله. ونتمنوا ان شاء الله انتم يا الاولاد ماذا بنا تشوفوا شو كان او نشوفوا شي هذا صحيح على كل حال لكن خسروا بدأ بالقران أعزام القرآن بديل الجزء وكان هو أعزام القرآن واللي يقصد الأعزام الوحداني غدا سنتا وتسير قرارات الذي يريد أجرى الذي على جال باش كتحيا أحب القرآن أعزام القرآن تكريم القرآن إن شاء الله يا ربي ولاش خصك تفهموا تعلم واش يعرف القرآن ما كيستلزم لا عرف القرآن شوف واش يديروا للناس. هذا بكم راكم صغار لكن ديك الزمن شي مرة عند لديهم النقر البصر عند اش كتعلمون نتشافل ماشي لك جالس مرة نفلت خاطرك شويني خاطري على القرآن. يشتاو صغار الولاد يشتاو بورطابل عند لديهم البصر عند يتخدم في العطس عند لديهم البصر باش تعلم ان شاء الله انت او نتحفظ انت ماشي خزر كاع شي ما نوتوشي ماشي على جال القران على القران. ربنا يحفظ ان شاء الله ربنا يعاون ان شاء الله ربنا يكتب ان شاء الله من الناس حافظين القران وربي يديكم على خير وربي يهدي ولادنا ولاد الناس والمؤمنين الكل وربي يفيقهم ان شاء الله باش يرجعوا لطريق ربي سبحانه ويقول لكم هذا البورطابل اللي راهم هدوا من العقليه تاعهم يلعبوا البورطابل تفرجوا في كتاب القران الكريم. كلكم تلقوا به الجنه وتلقوا به الحياه تاعكم. كلها مجد وحمد وثناء. الكلمة الرابعة في هذا الحفل الكريم من نصيب أبي المستظهر أو أبو حافظ كتاب الله السيد الفاضل الحاج يحيى إبراهيم القاسم فليتفضل مشكورا وموفقا بإذن الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات وبالتوكل عليه تتيسر العقبات وبتوفيض الأمر إليه تقضى الحاجات والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات ومؤدي الأمانات ومخرج البشرية من وحول الجهل والظلمات إلى أنوار الطاعات والقربات. الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مشايخ الأجلاء، آباء الفضلاء، إخواني الكرماء، معاشرنا الأعزاء، أبناء النبلاء، أيها المحتفى والمحتفل به، طبتم وطاب مقامكم جميعا وبوأكم الله من الفردوس مسكنا. أحييكم بتحية أهل الجنان لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خاتم القرآن، أي رحلة ختمت تود لو أنها ابتلاء لك. خاتم القرآن أجر مجاهد، أنفاسه تضحية وفداء. ولدي ردد كل ما قدمت لك تهنئة الاستظهار. قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. فكم من زملاء الدراسة معك ما وفقوا، وكم من أقراب لك ما اصطافوا. واحذر أن تقول مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ثم اتلو على كل من فجرك ورفع شأنك. قوله تعالى: هذا من فضل ربي، دون أن تغفل عن شطر الثاني من الآية: ليبلوني أشكر أم أكفر. وشكرك لهذه النعمة البراء عليك والمنة الزهراء لك يكون بمدارسة القرآن أينما حللت وارتحلت، وبالعمل به أينما صرت وجدت، وبالتدبر والتفكر فيه أينما كنت. وحق عليك أن تفرح، فقد عرفت في أخي الفاضل. إخواني الأولياء الأفاضل، قوا أنفسكم وأهلكم نارا. يصيبكم الله في أولادكم، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الطريق، إن هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغضب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنكن قادمين من أبنائنا، ولنكن عاملا مؤثرا في تصحيح مسارهم وتوجيه دفة حياتهم في الاتجاه الصحيح. ولنؤمن بأن كل ما نبذله من جهد وتعب ومشقة من أجل أبنائنا هو نوع من الجهاد الذي نتقرب به إلى الله وحده متى ما أخلصنا النوايا واخترنا المطايا، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره. أبنائي الأعزاء، كلكم تستطيعون الظفر والفوز والنجاح إلا من أبى. فالقرآن عزيز كريم مجيد مبين، نور شفاء ورحمة وهداية. ألا فهل من مشعر ومجد ومثابر. كلكم تستطيعون التربع على كرسي تتويجا مثل زميلكم المحتفل به اليوم. فتشبهوا فإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أخلصوا النوايا وجددوا العزم واختاروا الرفاق، وتشبثوا بصالح الأخلاق، وشدوا الوثاق واهجروا الشارع والزقاق. تنالوا المبتغى البراق وتبلغ المجد الوفاق. شباب تنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. إخواني الفرضاء، إخوان الفضلاء، جنود الخفاء، أعضاء لجنة الشباب، واصلوا جهدكم وسعيكم وخدمة المجتمع. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. واستوصوا بالشباب خيرا، وخذوا بأيديكم إليهم ورفق بنشاط الأمان والصلاح. فالخلق عيال الله، وأحبكم في الله أنفعكم لعياله. ختاما، أيها المحفل البهيج، سلامي الخالص باسمي وباسم أهلي إليكم جميعا فردا فردا، ذكرا وأنثى، صغيرا وكبيرا، حاضرا وغائبا. سدد الله خطاكم ووفق مبتغاكم وبلغ مقاصدكم وجمع شملكم ووحد كلمتكم ورص صفكم وأدامكم على الحب والإخاء والثناء والوفاء، وأثلل صدوركم وقر أعينكم بأبنائكم، وجمعنا بكم لأهل اللحظات وأطيب الجلسات في الدنيا، وإخوان على سرر المتقابلين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ألفاظه كعقود الذهن ساطعة، وآيه لظلام الجهل أقرع. عقت معانيه إذ دقت لطائفه، فتحيرت فيه ألباب وأفكار. جزاكم الله خير الجزاء أيها الوالد الكريم، وهنيئا لكم تاج الكرامة في الدنيا
وغدا يوم القيامة. لكل أم، لكل أب، لكل أستاذ ضحى بالنفس والنفيس من أجل أبنائنا، من أجل الحفظة، من أجل طلبة العلم. فمهما تكلمنا ومهما استطردنا في الكلام من قصائد وأشعار فلن نوفي قدرهم وحقهم، فنقول اللهم احفظ وارحم والدينا كما ربونا صغارا، واحفظ وارحم مشايخنا كما علمونا سنين وأطوارا، آمين. النشيد الموالي مهدى لكل أب وأم وللأساتذة. قم للمعلم يوفيه التبجيل ووصلة فنية وتعرفكم بها الأستاذ قاسم والأستاذ سعيد. قم للمعلم يوفيه تبجيلا، كان المعلم أن يكون رسولا. قل للمعلم يوفيه تبجيلا، كان المعلم أن يكون رسولا. قل للمعلم يوفيه تبجيلا، كان المعلم أن يكون رسولا. علمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. قول المعلم وفيه تبجيلا. سبحانك اللهم خير معلم، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته، أخرجت هذا العقل من ظلماته، وأتيته النور المبين سبيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث، فسقى الحديث وناول التنزيل. الجهل لا لا لا، الجهل لا لا لا، الجهل لا لا تحيا عليه جماعة. كيف الحياة على يدي عزريلا. قم للمعلم وفيه تبجيلا. قل للمعلم وفيه تبجيلا، كان المعلم أن يكون رسولا. قل للمعلم وفيه تبجيلا،
تجد ثمرات كلها خير ويمن كلها مجد وحمد وثناء أيها الأقوام شيد الخلق وابن ليس غير الخلق للأقوام ركن اغرسوا الخير من الأعمال تجد ثمرات كلها خير ويمن كلها مجد وحمد وثناء لا تضيع النشأ لا تلقوا اليتامى للردى لا تتركوا ستر الأيام لا تقولوا الزور لا تأتوا الحرام لا تبثوا الشر فيكم والخصام لا تموتوا بالأذى صرح الإخام أيها الأقوام شيد الخلق وابن ليس غير الخلق للأقوام ركن اغرسوا الخير من الأعمال تجد ثمرات كلها خير ويمن كلها مجد وحمد وثناء اجعلوا الإرشاد والذكر شعارا واحفظوا الجار ولو خان الجوار اجعلوا الإرشاد والذكر شعارا وارفعوا للعدل في دنيا منارا وادفعوا الباغين عنكم وشرارا واحفظوا الجار ولو خان الجوار شيمة الأحرار في العهد الوفاء أيها الأقوام شيد الخلق وابن ليس غير الخلق للأقوام ركن اغرسوا الخير من الأعمال تجد ثمرات كلها خير ويمن كلها مجد وحمد وثناء لمن جروا على الأرض حريرا وكسوا في التي وردا نظيرا واذكروا المحتاج فيكم والفقير كل من أعطى ولو أعطى نقيرا وأمهاتنا الذين سهروا على أن يعطوا أهمية في حفظ القرآن الكريم وخاصة الآباء الذين معناه يقومون بتوصيل أبنائهم خاصة الذين يعيشون في مناطق بعيدة جدا دائما نشكرهم على هذا الوفاء ونشكرهم على هذه الإرادة. إن شاء الله تعلم بأن الابن الذي علمت تبقى على حرص أن يحفظ القرآن سيدعوك إن شاء الله وهو يكون الولد الصالح أو البنت الصالحة. دائما في الأخير لدينا تحية شكر وتهنئة لأهل جمعة والضيوف والفرقة الصوتية من أستاذنا الفاضل أبي إسماعيل حجوجة سعيد من مدينة أو من دولة عمان. وفي الأخير بارك الله فيكم. القرآن يشفع وينفع ويرفع فرفعك الله به ونفعك به وجعله لك شفيعا. أبشر يا حافظ القرآن الكريم الكتاب المطهر المنزل من عند ربك. أبشر بجنة ربك ولقاء رسولك وشفاعة القرآن الكريم الذي بذلك كل الجهد بدون كلل أو ملل في حفظه فلك الجنة إن شاء الله تعالى. أضاء الله تعالى لك دربك بنور القرآن الكريم وحماك من الشيطان وأعوانه بكل حرف من حروف كتابه العزيز وحفظك من كل سوء. لدينا أبيات شعرية من الشاعر: طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمام
ومثل القرآن في أخلاقه وفعله فيه الفؤاد تعلق. إجابة كما بهك في الزيت أكلا ودهنا ونورا في البيت. قد تمم الله مقاصدنا. هذا النشيد من روائع ما ألفوه من التراث الخليجي. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وبلغنا مقاصدنا. الفرق بين التحسس والتجسس. لا يلا تفضل. أنا عيون. مرحبا أحسنت. تحية كاملة للشجاعة الأدبية. يلا تعلموا. مجلس كامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي الحاج يحيى العبيد ومصطفى العمر السواق السنة الناس أيدي الصفات العلية مستدر فيض البركات. الحمد لله ذي الصفات العلية مستدر فيض البركات. على ما أناله من الخير على ما أناله من الخير وأولاه. قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم. ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم. طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم من علينا كم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم. بجنات الخلد يدخلنا بجنات الخلد يدخلنا. النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم. قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا
الله مباركة طيبة، وسلام قولا من رب رحيم. مشايخ الأجلاء، أساتذة الفضلاء، أيها المجمع الكريم، طبتم وتبوأتم من جنة الفردوس نزلا ومنزلا إن شاء الله. يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أكبر فيكم سادتي هذا الحفل المبارك وهذه الالتفافة التكريمية بمناسبة اتمام الاستغفار لكتاب الله، وذلكم عين الحق وتمام الصور، حيث يجدر بنا أن نفرح لمثل هذه الإنجازات ونشهد بها ليكون أصحابها المتوجون مثالا وأسوة حسنة لغيرهم من الطلبة، وبالخصوص حفظ القرآن تعالى. بلغهم اللهم فرحة الاستغفار عن قريب إن شاء الله. وهذا الإنجاز الذي كرمتموني به اليوم هو بفضل الله ومنه وكرمه علي أولا وآخرا، ولولا معيته عز وجل وتوفيقه لي في كل محطة من مسيرتي مع القرآن ما كنت لأبلغ ما أنا عليه اليوم. وثانيا بفضل والدي الكريمين فبدعمهما وتشجيعهما لي منذ نعومة أظافري ووقوفهم إلى جانبي في كل خطوة خطوتها في مسيرتي تحقق الحلم المرجو والهدف المأمول اليوم، ولله الحمد أن بلغني الأرض من باش واستعاد على وجههما في حياتهما، وأدعوه ليكرمني بإلباسهما تاج الكرامة في دار المقامة إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك لأساتذتي ومعلمي كل الفضل والإنعام من أول أستاذ لقنني أول حرف من القرآن إلى الشيخ الذي قرأت على مسامعه 66 حزبا، حفظهم المولى العظيم وتقبل منهم سعيهم وجهادهم وأثابهم بعدد أنفاسهم وقطرات العرق التي تسربت من جبينهم، جعلها الله ثقل وثوابا لهم في ميزان الحسنات، وزكاة لأبدانهم وبركة في أرزاقهم وعيالهم، وطهرة في أعمارهم إن شاء الله. وكذلك أقدم كل شكر للرفقة الحسنة التي أعرفتني وقاسمت معي كل لحظات السعيدة والتعيسة والحزينة. تقبل الله من كل من كان لي داعما وسهلا، وبلغ الساعين منهم في سبيل حفظ القرآن إلى الاستغفار عن قريب إن شاء الله. ودعائي كذلك لكل من هم على هذا الدرب سائرون أن يبلغوا المرتبة الحسنة والمكانة الطيبة في أقرب الفرص والآجال إن شاء الله، إنكم جميعا إن شاء الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما بشرنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأنعم بهم من أهل وعشير. تقبلوا مني كلمات متواضعة هذه وشكرا جزيلا لكل من فكر ودبر لهذه الوقفة المباركة. كلل الله مساعيكم بالتوفيق والسداد، وبلغكم فرحة إتمام حفظ كتابه العزيز حفظ كتابه العزيز لكم ولأولادكم وكل عزيز لديكم إن شاء الله. والسلام مسك الختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت أخي عبد الباسط، ونرجو لك مسيرة موفقة في تعليمك العالي، وأن تكون أحسن قدوة لشبابنا الصاعد والصالح. ولا ريب لي ولكم أن العامل المشترك بين الابن والوالد تبين تستلزم الأدبي، كلاهما أدبيان. إذا سبق الكبير فأهل سبق له فضل الكبير على الصغير، وإذا بلغ الصغير مدى كبير فقد خلق الصغير من الكبير. يقول محمد الغزالي: الشيوخ تجربة تحتاج إلى قوة، والشباب قوة تحتاج إلى تجربة، فبحكمة الشيوخ وقوة الشباب تواصل قافلة المسير إلى الجنة إن شاء الله. المداخلة ما قبل الأخيرة سيتحفكم بها زميلي مدافقة بلد الضياء وهو الحاج يحيى جابر بن مصطفى ضرب في نشيد. في الحصة المميزة الذين ما شاء الله زادوا على نهج القرآن إن شاء الله. نجعل إن شاء الله أيها الفرقة العام المقبل إن شاء الله ستجدون 5 مستبقرين القرآن الأمام إن شاء الله، حضوركم يشرفنا وبارك الله فيكم. 5 وزيادة وزيادة إن شاء الله. بارك الله فيكم.
نبدأ بأصحاب الحصة المميزة ولديهم ما شاء الله إن شاء الله نأمل الكثير والأكثر. نبدأ تكريم شهادة فخر واعتزاز وتكريم القرآن بحر ليس له ساحل ولا قعر ولا سطح يرتمي عليه الشعاع، صخوره لؤلؤ ومرجان، نسيمه أحلى عبير من شذا الريحان. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن. يسر مدرسة ضياء القرآنية وبالتنسيق مع لجنة التعليم أن تمنح هذه الشهادة للطالبة من بحمان عائشة بنت عمر بن سليمان تقديرا للمجهود والعطاء الذي بذلته في حصة القرآن الكريم طيلة الموسم الدراسي وحصولها على الحصة المميزة، سائلين المولى لها التوفيق كي تختمها وتستطيعها. آمين. العام قسم مصلى القرآن. كما نشكر الأسرة الفاضلة على حرصها ووقوفها طيلة الموسم الدراسي هذا بالجد والاجتهاد والصبر، وحرر في جامعة 12 شعبان 1445 هجري الموافق ل 23 بيبي 2024. فليتقدم الوالد فليقدمها له الأستاذ الدكتور البالي مساعدة. والطالبة الثانية نفس الأب بالبحماني شيماء بنت عمر. أقدم جزيل الشكر إلى إخواني جميعا على دعوتهم وخصوصا بالذكر. أخي عبد الوهاب عاد هو الذي كان له السبب بعد الله عز وجل في حضوره بجزيل. عبد الوهاب عاد أين هو؟ أتاح الفرصة للحضور معكم رب جزيل خير. كما نصر بهذا الحضور وهنئ القارئ ربي يحفظ إن شاء الله رب يبارك فيه، وهنئ والديه ومعلميه، كما أهنئكم جميعا بهذا الحفل الرائع، رائع في كل شيء. لا تستطيع. هناك أناشيد تليت بلهجة مصابية واستمتعت بها من صدق من قال كأنني أعرف. استمتعت بها وكأني أعرف، لأنها خرجت من عناجل صادقة وبأداء صادق. ربي يبارك فيكم. العلامة الكاملة للفرقة، العلامة الكاملة جدا للمنشط ما شاء الله. ربي يبارك فيكم ويحفظ العلامة الكاملة للجميع. ربي يعطينا الساعة. السلام عليكم ورحمة الله. والعلامة الكاملة لك. ما أجمل الإنجاز والإعجاز. أحب الله من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في العلم. نفس الحصة المميزة أيضا للطالبة أبو بكر هبة بنت مصطفى بن أحمد. ذهب الوالد والطالبة الثانية أبو بكر إيمان بن مصطفى بن أحمد. نفس الشيء مع أصحاب الحصة المميزة للطالبة بن بحماني مسعودة بن سعيد بن سليمان.
والطالب الآخر حاج إبراهيم ياسين بن صالح، أصحاب الحصة المميزة. دائما مع أصحاب الحصة المميزة للطالب أره الحاج يحيى بلال إبراهيم القاسم. الآن ننتقل إلى الطالب من أصحاب الحصة المطلوبة، وهو طالب الشيخ أحمد قاسم بن علي بن عبد الله، فليقدمها الأخ الشيخ المبي. نفس الشيء الحصة المطلوبة للطالب سفيان بن وسيم بن عمرو بن سليمان. جائزة أخرى للتلميذ العاج وليد بن عمر بن يوسف، ويقدمها له الإمام. انا ندير لايف ما تسجل عندي. انا ندير غير لايف على بالي انت سجل وفوق دير فوتو هذاك. شوقت روحي إلى النفحات، مرحى إلى الخير، مرحى إلى الخير، مرحى إلى الخير، مرحى إلى الخير، مرحى إلى الخير والبركة. ربنا إياك ندعو، ربنا أتنا النصر الذي وعدتنا، إننا نبغي رضاك، إننا ما ارتضينا غير ما ترضى. ربنا إياك ندعو، ربنا أتنا النصر الذي وعدتنا، إننا نبغي رضاك، إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا. ربنا إياك ندعو، ربنا أتنا النصر الذي وعدتنا،
إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا نشكرك ومن نشيد أهل العرف أقول لي في البرنامج الشيخ اللي وقت وأننا نحن نستكرم جماعة الباك كيحاولوا في تخصيص بعض المقاطع هذه في الباك هذه في العيش النظري إن شاء الله المسؤول عن العيش. حمد ربي يسوع طروك والنص وضمطر بحمر باك حمد ربي يسوع طروك والنص وضمطر بحمر باك أرجز طماطوتي مصالي زعلك هنات معايا يواكد وجماك حمد ربي يسوع طروك والنص وضمطر بحمر باك حمد ربي يسوع طروك والنص وضمطر بحمر باك أرجز طماطوتي مصالي زعلك هنات معايا يواكد وجماك تيوينا للجامعة رسمك ساوني وفق ربي رضاك تيوينا للجامعة رسمك ساوني وفق ربي رضاك ولدينا التلميذة بنت رحمن الخولة وبنت عمار بن ابراهيم. ولا ننسى أصحاب النجاحات والذين تفوقوا في دورة بكالوريا 2023. بادئا نبدأ بشهادة تكريم لسور مدرسة ضياء القرآنية بالتنسيق مع لجنة الشباب أن تمنح للطلب بعاج ماريا بنت مصطفى هذه الشهادة بمناسبة نجاحها في دورة بكالوريا 2023 اعترافا وتقديرا لما حققته في هذه الدورة. ويقدمها الجائزة الثانية للطالبة أولاد رحماني مسعودة بنت الحاج. أما الجائزة للطالبة ولو الحاجة إلى حنان بنت إبراهيم يقدمها أبونا ريز عيسى. وننتقل إلى آخر تكريم أو نقول قبل الأخير لتكريم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة بسور مدرسة ضياء القرآنية بالتنسيق مع مكتب شباب الجامعة أن تمنح هذه الشهادة التكريمية للطالب ونحن الحاج يحيى عبد الباسط بن ابراهيم بن قاسم على اجتهاده ومثابرته وحفظه للقرآن الكريم كاملا سائلين المولى عز وجل له هداية القرآن وبركته ونوره والعلم والعمل به. ودائما
دائما نتكلم الجائزة، يعني الجائزة عبارة عن إعلام آلي من الطرف الأخير اقترب، إعلام آلي اقترب هنا ومع المكتب، مع المكتب إن شاء الله. أمين الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا طلبة آخرين أخيرا بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة شكر وتقدير لسور مدرسة الإحياء القرآنية بالتنسيق مع مكتب الشباب جامعة أن تمنح هذه الشهادة للمجموعة الصوتية لقصر القرارة جزاء مشاركتهم في حفل تكريم حفظة القرآن والحائزين على شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 ويقدمها له أبونا الفاضل حريز عيسى عبد الله. خلق الإسلام فينا قد نما، للجزائر نحن نمضي قدما نحو عز سرمدي لم يضام. كانت لي رحلة وأي رحلة في برنامج رحلة سفر إلى آل بنظام لأقول خدمكم من مدينة جامعة جعفر بوليفة في هذا الريبورتاج. قصد مولاه الحمد لله والشكر